يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات. طبعا انا متحمسه جدا للفيديو دوت عشان كان عيد ميلاد ديدا وعمر، فانا قلت قبل ما ابدا الفيديو اخد لكم كام صوره والمكان هو فاضي علشان تشوفوا يعني كان متجهز ازاي. هو تقريبا كان كل المكان متجهز، هو الديكور بسيط بس متجهز. وفعلا اليوم دوت كان غير اي يوم. طبعا احنا مش عارفين كنا نبسطهم ازاي، وعايزين نعمل لهم عيد ميلاد مختلف عن السنه اللي قبل اللي فاتت. السنه اللي فاتت ما عملناش لان كان عندي ظروف، فعملنا بقى طلع احلى بكتير من السنه اللي قبل اللي فاتت. اول حاجه احنا قررنا نجيبها ان احنا نجيب لهم الاراجوز، وان هو يبدا قبل ما عيد الميلاد ذات نفسه يبدا. ليه؟ علشان المكان برضو ما يبقاش فيه ناس كتير، وكمان الاطفال يبقوا براحتهم ان هم يبقوا شايفينه. وهو في الواقع وفي الحقيقه يعني ان انا اللي كنت مبسوط، او انا وباباها والكبار عامه كنا مبسوطين جدا. يعني فعلا احنا ما زلنا اطفال، كنا مبسوطين جدا بالاراجوز، وجبنا كذا فقره علشان يعني نبسطهم. طبعا هو عيد الميلاد اكيد كلف كتير قوي. وطبعا اللي يشوف عيد الميلاد اللي اتعمل يفتكر ان من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. ودي طبعا مش حقيقه، بس مش مشكله يعني. حتى انا كنت معترضه ان هو يطلع او يتعمل بالطريقه دي لانه كبير جدا. بس باباهم قال لي لا، خليهم يتبسطوا ويفرحوا، لان هم واخدين ان العيد ميلاد يتعمل لهم بالطريقه دي، لان احنا بنعمل للاثنين مش بنعمل لطفل واحد. لان الفرق طبعا ما بين ديدا وعمر كام اسبوع، يعني ديدا في 11 وعمر اول 12، فبنعمل الاثنين مع بعض. وطبعا الاثنين صغيرين، ففكره ان حد يجيب لي ديدا وما يجيبش العمر، عمر لسه صغير، فاكيد هو مدرك ان لسه يوم عيد ميلاده مش جه، بس برضو هو هيزعل. وطبعا العكس، فكده كده ما ينفعش نعمل لديدا ونسيب عمر، والعكس برضو، فبنعمل الاتنين مع بعض. الحاجة بدل ما هنعملها مرة بنعملها مرتين. يعني مثلا لو هنجيب تورتة واحدة بنجيب 2 وهكذا. طبعا ديدا لو عليها كانت عايزاني الملها كل اصحابها اللي في الكلاس، بس طبعا الموضوع ما نفعش خالص، فجبنا اصحابها المقربين قوي قوي قوي، ويعني اللي هم عشرة بمعنى اصح. طبعا هنا المكان بدأ يتزحم. احنا وانا واهلي كنا واخدين كورنر لوحدنا، واصحاب محمد والناس دي كلها واخدين او قاعدين يعني في المكان بصور متفرقة، لان احنا ما كانش ينفع ان احنا كله يبقى في مكان واحد. طبعا واضح قوي قوي ان ده انا ما كنتش عارفة الصراحة البس ايه، فلقيت ان دوت لذيذ وحلو، فقلنا نلبسه. واللي واقفه قدامكم ديت خالته. احنا كنا مبسوطين جدا. ناس كتير قوي قوي جم فوق توقعاتي. يعني انا من اهلي جبت اهلي، ماما، اخواتي، خالاتي، جيراني، ده اللي انا جبته. لكن اصحاب محمد كانوا كتير قوي قوي قوي، وجاب ناس صحابه مغنيين برضو كتير قوي، كلهم جايين يجاملوا، لان يعني طلع عارف ناس كتير قوي. يعني الصراحه ده كده كل دوت المكان كان فاضي قوي قوي. طبعا كلنا فرحانين. المكان ما كانش لسه اتزحم. انا الكلام عمال يتلخفي لان انا تعبت جدا بعد عيد الميلاد، والله العظيم جدا. يعني قلت الحمد لله، واصلا متردده ان انا انزل الفيديو دوت او لا، بس انا فرحانه من جوايا، فحابه ان انا انزله. يعني اكيد لما اي حد بيعمل حاجه كويسه بيبقى عايز يفرح بيها ويتباهى بيها قدام الناس، فقلت هنزله وخير ان شاء الله يعني. لكن بعد عيد الميلاد فعلا انا يعني حصلت حاجات كتيره قوي. قلنا الحمد لله انها جت على قد كده، لان طبعا زي ما قلت لكم اللي يشوف الفيديو يقول من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله، او اللي يشوف عيد الميلاد يقول ان احنا يعني الدنيا بيس قوي 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 معانا. وطبعا ديت مش الحقيقه، بس هي الحقيقه ان احنا او محمد بالذات هو كان مكرس نفسه ان هو ازاي يبسطهم اليوم دوت، حتى لو هيحصل اي حاجه تانية هو مش فارق معاه. طبعا اول فقره كانت الاراجوز وخلصناها. جبنا شخصيات كرتونيه. انا دي قالت لي اسم الشخصيات دوت سونيك، التانية بقى البنت ديت انا مش عارفه هي مين. فجبنا شخصيات كرتونيه، وجبنا حاجات تانية بقى هتشوفوها
في الفيديو. بس اوعوا تنسوا تقولوا لديدا وعمر كل سنه وانتم طيبين، ويا ريت تدعوا لهم دعوه حلوه خالصه من قلبكم، يمكن ربنا يكتبها ليهم يا رب، اللهم امين. طبعا زي ما انتم شايفين الكبار هم اللي فرحانين، يعني انا اصلا كنت قاعده عماله اجيب ديدا وعمر علشان تعالوا هنا ما اعرفش ايه، بس عمر يعني كان مبسوط قوي. انا بعديها تعبت جدا وصدري اتقلب عليا، الحساسيه اشتغلت، حاجات كتير يعني الحمد لله. طبعا دي ماما واختي والجيران، الحمد لله الحمد لله. كان اليوم انا الصراحه ما كنتش متخيله كده، وكنت خايفه جدا لما انا ما بحبش العدد يزيد في اي حاجه تخصني، يعني لما العدد بيبقى زايد ما بتعرفوش تسيطروا على الوضع، فاهمين؟ فالعدد كان زايد بس الحمد لله كله وفى وكله جامل وكله بارك وكله هني، هنا مش هني، هنا. ويعني كذا حد شاف الفيديو قال فرح ديدا وعمر مش عيد ميلاد ديدا وعمر. هو كان كبير والله، بس يعني النية ان احنا كنا نبسطهم واليوم دوت او ما يتنسيش دايما من بالهم. طبعا بقيت عماله اقوم كل دوت، المكان لسه ما اتملاش. انا الكورنر اللي عند الازاز دوت هو اللي تبعي، خالاتي وجيراني وكده يعني. بقيت الناس كانت قاعده متفرقه زي ما قلت لكم في المكان. كنت بقول لمحمد ساعتها انا حاسه ان الدنيا فاضيه، بس قال لي لا لا اصبري بس، وفعلا انا صبرت واتفاجئت بكميه الناس اللي موجوده. محمد ده اللي هو باباهم يعني كان مبسوط قوي بيهم. انا كنت ساعه عيد ميلادهم يعني ساعه التورته والحاجات ديت كنت حاسه احساس غريب كانه فرحهم يعني. وهنا كانت الغوريلا جت، فانا بقول لهم بصوا الغوريلا تقريبا، لا ما كانتش جت، يبقى انا متهيألي. هنا طبعا كانوا بيقولوا لهم اعملوا قطر وما اعرفش ايه، طبعا قطر فاشل بكل المقاييس. جبنا تورت وجبنا سيليزون وباتون ساليه وميني بيتزا، وانا عملت لهم بوكس كده كله كاندي برضو هيبقى قدام، كان شكله حلو جدا وما كلفنيش حاجه الصراحه خالص. هنا بصوا كلهم بيبصوا على الغوريلا، انا بقى كنت مبسوطه جدا جدا بالغوريلا، فعلا كانت عجباني قوي وهي كانت اكتر حاجه بسطاني. ساعتها بقى عملت لهم البوكس دوت، هو المفروض علشان خاطر الغوريلا بره اهي، انا اتخضيت من منظرها. يعني انا لما كنت ببقى سايقه اصلا العربيه وبيبقى فيه افتتاح محل او كده وجايبين الغوريلا، كنت ببقى منسمجه قوي معاها، وعارفين لما تبقوا بتتفرجوا كده بحب، انا كنت بحبها قوي. فاكتر حاجه بسطتني هي الغوريلا. فزي ما بقول لكم البوكس دوت عملته في البيت، طبعا هو المفروض عشان الاطفال، يعني المفروض السنه اللي قبل اللي فاتت عملته طبعا الاطفال اصلا يعتبر هم ما خدوش، الكبار هم اللي خدوا. فالسنه دي قالت لي يا مامي احنا عايزين ناكل الكاندي، هم طبعا مش فارق معاهم ولا كيك ولا باتون سلي ولا اي حاجه من الحاجات دي، هو فارق معاهم البوكس بتاع الكاندي. انا يا دوبك دخلت التويلت من هنا، جيت لقيت البوكس طالع، انا كنت شايلاه جوه عندهم جوه، جيت لقيت البوكس طالع و اتاخد كله يعني. لسه قاعدين بقى عمالين يلعبوا كده وحاجه ايه فظيعه.
طبعا كانت الغوريلا داخله. يعني انا اتفاجئت، انا كنت مبهوره قوي بالغوريلا. كنت شايفه كاني شايفه انجاز والله. وكانت منفعله قوي طبعا الغوريلا، وكانت هتوقع النجف اللي في السقف. لان طبعا الانسان الشخص اللي جواه هو مش شايف اساسا، هو مش شايف غير من الحته اللي هي عند بطنه ديت، حته صغننه خالص. يعني حتى هو وهو ماشي خبطني ببقه خبطني ببقه في دماغي، وجعتني جدا. طبعا كلنا كنا مبهورين قوي بيه كتير، يعني فاهمه كتير قوي. طبعا عمر كان عايز يطوله باي طريقه، بس هو مش شايفه، فقامت خالته مسكته ورميته في حضنه، وهو اصلا مش مدرك او هو مش حاسس بالبني ادم اللي ماسكه. لان اصلا مش كل الغوريلا بتبقى مليانه، يعني هو انسان عادي زينا زي اي حد. يعني حتى انا شفته بعد ما خلص وهو بره، قمت قلت له انت اللي عامل كل الهزمه ديت. قصير جدا، يعني اطول مني بحاجه بسيطه. انتوا متخيلين ان هو اطول مني بحاجه بسيطه؟ طبعا كانت الشخصيه الكرتونيه اللي بعديها كانت فروزن، ولا ديت سنو وايت، مش فاكره. طبعا ديدا، وديت فيروز صاحبتها. يعني هي بنت حد عزيز عليا قوي قوي. ما بنعتبرش جيران. الشاشه ديت مش بتاعتي مش بتاعتنا، يعني بتاعت محمد. بسنت اختي هي اللي بتصور. هو الغوريلا كان منفعل قوي قوي، انا فعلا حقيقي كنت مبهوره بيه. اكتر حاجه يعني السنه اللي قبل اللي فاتت انا كنت حاطه التكلفه كلها في التزيين بتاع عيد الميلاد. هو الغوريلا معروفه بالحركه دي تقريبا. المكان دوت فيه ازمه، عامل له ازمه يعني، فهو معروف بالحركه ديت. فبقول لكم السنه اللي فاتت، اللي قبل اللي فاتت، يعني السنه اللي فاتت عملنا عيد ميلاد بس ما كانش كده يعني. السنه اللي قبل اللي فاتت انا طلعت كل المصاريف راحت او اتصرف اكتر على التزيين بتاع عيد الميلاد. بصوا هو مش شايفني، والله هو مش شايفني. انا افتكرت ان الاحمر بيستفزه تقريبا. زوري وجعني جدا. وجالهم الكلاون برضو حاجه سفروته كده زي ما انتم شايفين. هم كانوا يعني فرحانين قوي، ودي كانت عندي بالدنيا وما فيها. والله العظيم قلت ده فداهم فلوس الدنيا والاخره. الظروف صعبه الايام دي جدا، والله العظيم يعني ربنا اللي عالم. بس نظره الرضا ديت يعني فرقت معانا قوي. فيعني ادت اصلا لباباهم طاقة إيجابية، واديتهم هم طاقة إيجابية إن شوفوا باباكم بيعمل لكم إيه، بس عشان أنتوا تبقوا مبسوطين. وده طبعا أثر علينا في المذاكرة والحاجات ديت. طبعا عمر برضو كان مبسوط قوي قوي بسبايدر مان. كان فرحان قوي. طبعا هنا الناس بدأت تيجي يعني كمان شوية. المكان كان زحمة جدا. ساعة التورتة أو ساعة إن هم يطفوا الشمع، انا اتصدمت، خضيت من الناس والله. فبقول لكم السنه اللي قبل اللي فاتت طلعت كل المصاريف ضاعت في التزيين بتاع عيد الميلاد. البلالين ومش عارفه ايه، كنت جايبه حد برضو هو اللي يعمل الحاجه بتاعت الديكور ومعرفش وايه. السنه دي عملنا يعني يعتبر الديكور دوت صاحب المكان هو اللي عامله في الكافيه كله، لان ناس كتيره جدا جايه. يعني كان اكتر من نص المكان تبع محمد، جاي تبع محمد بيجامل محمد، وجزء بيجاملني بس انا ربع محمد الباقي. يعني محمد عايز الناس كتيره جدا. ف عوضت دوت السنه دي في ان انا جبت لهم طبعا الشخصيات الكرتونيه، وجبت لهم الاراجوز والغوريلا. الغوريلا ديت اصلا باكج لوحدها، يعني ديت مش من ضمن الشخصيات الكرتونيه. الشخصيات الكرتونيه بتتحاسب لا اما شخصيتين لا اما 4. ده غير الغوريلا. دوت كان حد يعني بيغني في المكان. هو بيعمل جو تحسه ان هو بيخلي الدنيا ولع ولع ولع. طبعا لسه احنا بقى في اللحظه ديت قعدنا وخدنا فتره راحه شويه، لان كنا واقفين من ساعه لما دخلنا المكان، وقلنا نستعد بقى للي باقي بعد كده. طبعا جم ناس كتير قوي من المغنيين اللي محمد عارفهم يجاملوه. كل واحد يعني كنوع من المجامله غنى اغنيتين ديدا وعمر كنوع من المجامله. بس كده هندخل بقى. دوت كان ساعه عيد الميلاد.
صاحبي انا قد كلامنا بصورة جامدة جابتني على صاحبي انا قد كلامنا بصورة جامدة. يلا صبر خش روح. طبعا اللي واقفين وباصين دول خالاتي. انا كنت فرحانه قوي ليه، يعني بجد كنت حاسه ساعه لما كانوا بيطفوا الشمع. كنت حاسه احساس ان هو ده فرحهم، وعماله بقى بتخيل فيما بعد وان انا عجزت ومحمد عجز وعدينا ووصلنا بيهم لبر الامان وخلصوا تعليمهم واتجوزوا. حاجات كتيره كانت في بالي، تخلف بعيد عنكم. طبعا احنا مش عارفين مين بيصور مين، ده اصلا في فيديوهات ناس كتيره كانت بتصور، مش عارفه اخد طبعا الفيديوهات. دوت اللي عرفت ان انا اخده من الناس. كل الاطفال بقى دول جم في الاخر لحقوا في اخر الغوريلا والكلاون والسبايدر مان. مش عارفين اللي بيقف يصور مش عارف يقف، فعمال بقى بيتنطط من كرسي لكرسي علشان يحاول ان هو يصور كل حاجه. طبعا انا مش عارفه ايه حركه الهبل اللي انا بعملها دي، بس يلا قشطه يعني. حد بيقول لي بصي فاكيد هعمل اي حاجه. الفيديو الجاي ان شاء الله هيبقى عن الهدايا اللي جبناها، مش اللي جبناها اللي جات لهم يعني. هوريها لكم، نشارك بقى معاكم كل حاجه. وطبعا في اخر الفيديو الاطفال اتصوروا كده مع بعض. الصراحه جالهم حاجات كتيره جدا ما شاء الله اللهم بارك، وفي اللي جامل بفلوس يعني ده وده. فالفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله هيكون عن الحاجه اللي جات لهم. ودوت كان الفيديو. ولو وصلتم معايا لحد هنا يا ريت ما تنسوش اللايك لو عجبكم الفيديو، وعايزاكم تدعوا دعوه حلوه من قلبكم، وبالاخص الناس اللي عارفاني تدعي دعوه حلوه لاولادي، ان ربنا يرزقهم الهدايه. انا عايزه ان ربنا يهديهم، دي اهم حاجه عندي. ربنا يبارك لنا في اولادنا كلنا، وربنا يقدرنا يا رب ان احنا نعمل حتى لو 1% من اي حاجه بس علشان نبسطهم. هتوحشوني قوي قوي قوي. للفيديو الجاي اشوفكم على خير وباي باي. بس ما تقفلوش الفيديو، في اخر الفيديو هتشوفوا انا عملت الكاندي ازاي. ممكن تعملوها لاولادكم بعيدا عن اي مناسبة. شكلها حلو ومش مكلفة خالص خالص، فشوفوها وهتوحشوني. للفيديو الجاي باي باي. اختياراتي مدمرة حياتي. يلا بينا.